بسم الله الرحمن الرحيم. العمليات على الأعداد الحقيقية. خواص عملية الجمع في مجموعة الأعداد الحقيقية. خدنا خواص الجمع دي في كل مجموعة أعداد ندرسها، في الأعداد الطبيعية، في الأعداد الصحيحة، في الأعداد النسبية، ودلوقتي في الأعداد الحقيقية. هي نفس الخواص. أول خاصية كانت خاصية الانغلاق. يعني إيه الانغلاق؟ إن عملية الجمع دائما ممكنة في ح، زي ما كانت ممكنة في ط، زي ما كانت ممكنة في نون، زي ما كانت ممكنة في صاد. دايما عملية الجمع ينفع أجمع أي عددين، هجمعهم العددين حقيقيين، الناتج هيطلع عدد حقيقي. لو جمعت أي عددين حقيقيين الناتج برضو ليها حل، يعني هتطلع عدد حقيقي. معلش سامحوني في المثال اللي أنا هقوله، ده مثال من أولى ابتدائي سهل، عارفة إن انتوا هتقولوا إن إيه اللي انت بتقوليه ده، بس مش هنفهم الجمع غير من المثال ده. لما يقولي برتقانة زائد برتقانة زائد برتقانة، الناتج بإيه؟ 3 برتقانات. طيب تفاحة زائد تفاحة زائد تفاحة، الناتج 3 تفاحات. مش هما كلهم تفاح؟ كلهم شبه بعض، فالناتج يبقى 3 تفاح. 5 زائد 5 زائد 5، 3 خمسات، اللي هي كأنها 3 في 5 يعني. 3 في 5 اللي هي ب15، كأني قلت لك 3 خمسات. طيب جذر 2 زائد جذر 2 زائد جذر 2، 3 جذر 2. فهمنا الفكرة؟ جذر 2 ده زي التفاح، مش هما كلهم حاجة واحدة؟ كلهم تفاح؟ ولا انا ينفع اجمع تفاحة زائد برتقانة زائد مشمشاية؟ ما ينفعش. هيبقى الناتج ايه؟ تفاحة زائد برتقانة زائد مشمشاية، الناتج هيفضل زي ما هو. ما ينفعش اقول 3 ايه، 3 تفاحات ولا 3 برتقانات، ما ينفعش. انما لما يكون التفاح كله على بعضه التفاح، يبقى تفاحة وتفاحة وتفاحة، 3 تفاحات كلهم جذر 2، يبقى جذر 2 وجذر 2 وجذر 2، 3 جذر 2. تاني خاصية الإبدال. ألف زائد ب هي ب زائد ألف، خدناها كتير برضو قبل كده في كل مجموعة الأعداد. يعني 1 زائد 2 هي 2 زائد 1، أكتب ده الأول ولا ده الأول مش فارقة. تالت خاصية الدمج. ألف زائد ب زائد ج. لما يكون عندي 3 أعداد ما ينفعش أجمع التلاتة مرة واحدة، فبعمل إيه؟ بختار الأول عددين أجمعهم والناتج بجمعه على التالت. يعني اخترت أول عددين حطيتهم ما بين قوسين، يعني هجمعهم الأول والناتج هبقى أجمعه على التالت. أو اخترت آخر عددين، الناتج هبقى أجمعه على العدد الأولاني. هي زي المثال اللي مديهولي 3 زائد جذر 2 زائد 5. هو مش الأسهل لي إني أجمع الأعداد اللي شبه بعض اللي هي 3 والخمسة؟ أعداد صحيحة أهي، أجمعها الأول، 3 و5 8. الناتج بقى أجمعه على آخر عدد اللي هو جذر 2، يبقى 8 زائد جذر 2 بكام؟ ب8 زائد جذر 2، ملهاش حل تاني. ينفع أجمع تفاح على برتقان؟ تفاحة زائد برتقانة بإيه؟ ب2. اتنين إيه؟ تفاحتين ولا برتقانتين؟ ما ينفعش. تفاحة زائد برتقانة بتفاحة زائد برتقان. 8 زائد جذر 2 ب8 زائد جذر 2. ليه؟ لأن الحدين هنا مختلفين، الحاجتين اللي بجمعهم مختلفين. 8 ده عدد وجذر 2 ده عدد تاني، فجمعهم بيفضل زي ما هو. رابع خاصية العدد المحايد الجمع اللي هو الصفر. خدنا الكلام ده قبل كده برضو كتير. الصفر اللي هو الرقم اللي ملوش لازمة في عملية الجمع، يعني اللي هو الصفر، أي حاجة زي الصفر بنفس الحاجة. وجود المعكوس الجمعي. المعكوس يعني عكس الإشارة. الإشارة موجبة عكسها السالبة، والسالب عكس الموجب. ناخد بقى أمثلة. أكمل. جذر 2 زائد 5 هي 5 زائد جذر 2. دي خاصية الإبدال، ببدل، أقول الخمسة الأول أقول جذر 2 الأول، مش فارق معايا. يبقى دي خاصية الإبدال، أقدر أبدل ما بين الرقمين. طيب جذر 11، طالما قلت جذر 11 بس يبقى قصدي جذر تربيعي مش جذر تكعيبي، حتى ما بيعمليش علامة 2 اللي هي جذر التربيع، إنما في الجذر التكعيبي لازم يحط لي 3. جذر 11 زائد ناقص جذر 11 بصفر، اللي هي العدد ومعكوسه الجمعي. لما بجمع عدد ومعكوسه الجمعي، طالما العكس في الإشارات فالناتج بيبقى صفر. بيقول لي المعكوس الجمعي ليه 1 ناقص جذر 3، ايه هو؟ القوس كله على بعضه بالموجب، يبقى عكسه القوس كله بالسالب، يبقى سالب القوس 1 ناقص جذر 3. او كأني هعكس الحدين اللي عندي، هعكس الواحد، الإشارة بتاعت الواحد والإشارة بتاعت السالب جذر 3، يبقى الواحد بالموجب هيبقى سالب 1، وسالب جذر 3 بالسالب هتبقى موجب جذر 3. أكمل برضو. 7 زائد جذر 5 ناقص 3. الحاجات اللي شبه بعض بحطها مع بعض،
يبقى السبعة هحطها مع السالب تلاتة، هجمعهم الأول، أنا عندي 3 أعداد ما ينفعش أجمعهم مرة واحدة، فباخد السبعة مع السالب تلاتة، 7 وناقص 3 تديني 4، دي أعداد صحيحة سهلة. زائد بقى اللي هو الايه، الجذر الخمسة، بكام؟ ب4 زائد جذر 5، ملهاش حل، تتكتب زي ما هي، حاجتين مختلفتين، تفاح زائد برتقان، افتكروها دايما كده، ما ينفعش اجمعهم، تفاحة وبرتقانة بتفاحة وبرتقانة، ما ينفعش اقول 2، المجموع مش ب2. طيب مسألة تانية، 4 زائد جذر 7 زائد 3 ناقص جذر 7، نجمع الحاجات اللي شبه بعض، الأعداد الصحيحة الأول، يبقى هجمع الأربعة مع التلاتة، التفاح مع التفاح والبرتقان مع البرتقان، 4 و3 7. طيب جذر 7 ناقص جذر 7، الاتنين كنسلوا بعض، الاتنين طيروا بعض، دي بالموجب ودي بالسالب، عدد ومعكوسه الجمعي، يبقى الاتنين ايه، طيروا بعض، يبقى الناتج هو الأربعة والتلاتة بس اللي هو السبعة، طبعا زائد صفر يعني، ما هو جذر 7 ناقص جذر 7 كأنها صفر، يبقى الناتج ب7 بس.